السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة المقروط المحشي بالمكسرات. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. في هذه الوصفة نحتاج إلى 3 كيلات من الفرينة. أنا كيلت بالكاس، وانتم إذا حبيتوا تكيلوا بكيلة كبيرة ولا صغيرة كما حبيتوا. ونزيدوا رشة ملح وملعقة صغيرة مملوءة من الفانيلا وزوج ملاعق كبار من المايزينا النشاء، ونخلطهم كامل مع بعض. كل المكونات الجافة نخلطهم مع بعض، وبعد ما خلطناهم مليح نديروا حفرة في الوسط ونفرغوا عليه كأس إلى ربع زبدة أو مارغرين تكون ذايبة وباردة، ونزيد عليه زوج معالق كبار من الزيت الطبيعي ونخلطهم مليح، ونبسوا هذيك الفرينة ونحاولوا ندخلوا هذيك ليذام مليح في الفرينة. شوفوا كيفاش ندير في الفيديو حتى وين نشوفوا هذيك الفرينة شربت كامل الليذام. ونزيدوا صفار حبة بيض وتاني نخلطه مع العجينة. ودوكا نديروا ماء الزهر تدريجيا حتى وين تلم لنا العجينة. وإذا درناها في فصل الصيف ما ندفوش ماء الزهر، الحالة راها سخونة. وإذا درناها في فصل الشتاء والحال يكون بارد لازم ندفو ماء الزهر. كي نلموا العجينة ما لازمش تكون طرية بزاف وما لازمش تكون يابسة. دوكا ناخذوها لسطح العمل نعجنوها لمدة 3 دقائق إلى 4 دقائق. شوفوا كيفاش تولي العجينة بعد ما عجناها. وشوفوا القوام نتاعها كيفاش جا. ودوكا ندخلوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح لمدة ساعة على الأقل. تقدروا تخليوها كتار 2 سوايع ولا 3. ودوكا نوليو للحشو. كل واحد يدير حسب المقدورات نتاعو والرغبة نتاعو. نحتاج إلى 3 كيلات من المكسرات اللي تديروها. أنا درت 2 كيلات من الكاوكاو، حمصته ورحيته وزدتلو كيلة من اللوز، وزدت عليه ثلث من الكيلة سكر عادي وملعقة كبيرة من الزبدة أو مارغرين. ودوك نمجدوا المكونات فيما بيناتها ونزيدوا ماء الزهر تدريجيا ونعجنوا مليح باش يذوب لنا السكر وتولي العجينة نتاعنا مليحة. كل ما نديروا شوية ماء زهر نعجنوها مليح حتى وين تشوفوا القوام نتاعو كيما تشوفوا في الفيديو، ونخليوها ترتاح على الأقل لمدة ساعة. ودوك نوليو للعجينة بعد ما ارتاحت نحطوها على كيس بلاستيكي ونبسطوها على شكل مربع أو مستطيل كيما تشوفوا في الفيديو. وشوفوا هدوك المكسرات درتهم على شكل حربوش، كل واحد على السمك اللي يحبوا يديروا. أنا درتهم على هذا السمك. ودوكا ناخذ هذاك الحربوش نحطه على جانب هذيك العجينة اللي بسطناها على شكل مستطيل. يعني ما خرجليش المستطيل مليح. ونديروا دورة ونصف دورة من العجينة على الحربوش ونضغطه مليح على العجينة كيما تشوفوا ندير. ونقطعوا هذيك العجينة والنصف الآخر نزيدوا الحربوش الثاني به. لازم نديرو بهذيك الطريقة باش يتغلق لنا مليح هذاك الحربوش، ونضغط عليه ونديروه بهذه الطريقة حتى وين يوصل السمك اللي بغيتوه نتوما.
وأنا استعملت هذا المول باش يجيولي كامل حبات قد بعضاهم، ودوك نقطعهم. وشوفوا كيفاش جات الحبات ديالنا، ما شاء الله. ودوك نوريلكم كيفاش ننقشوا هذيك الحبة. شوفوا النقاش اللي استعملته موجود في كل المحلات. ننقشوا غير نصف حبة، والنصف الآخر نزينوه بحبة لوز أو جوز أو نخليه كيما كان. شوفوا كيفاش جات الحبة في الآخر، ما شاء الله. ودوك نوريلكم الطريقة الثانية للنقش. ننقشوا كامل الحبة بهذه الطريقة. وثانيا ناخذ نقاش تاع الشهدة، وشوفوا كيفاش نديرو باش ننقشوه تاني. الصورة توضح لكم أكثر من الكلام. شوفوا كيفاش جات الحبة، ما شاء الله. وشوفوا بعد ما خلصنا دوكا نخليوه يرتاح لمدة 3 ساعات على الأقل، باش كي نطيبوه يبقى محافظ على الشكل نتاعو. وبعد ما خليناه ارتاح 3 ساعات، ودوكا ندخله للفرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 حتى يطيب تماما ومحمر شوية كيما تشوفوا في الصورة. شوفوا بعد ما طاب. ودوكا ندخلوه للعسيلة. لازم تكون العسيلة ما راهيش ثقيلة مليح وما راهيش جارية. شوفوا القوام نتاعها كيفاش يجي. لازم تكون العسيلة باردة والمقروط يكون ساخن. ونحطوه في العسيلة ونخليه لمدة 20 دقيقة داخل هذيك العسيلة باش يتعسل مليح حتى وين توصل العسيلة نتاعو للداخل. وبعد ما خليناه 20 دقائق دوكا نحيه للكسكاس باش يتقطر. ودوكا نوريلكم حبة كيفاش جا في الداخل وكيفاش العجينة راهي تفتت وراه معسل للداخل. شوفوا كيفاش جا، ما شاء الله. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر أمامكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء، سلام.